بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معاكم بسمة المصري. هشرح لكم بسرعة الخطوات اللي أنا كتبتها لكم عشان تعرفوا تدريج المفرش هيمشي معانا ازاي. أنا عندي طبعا عدد سلاسل كاتبالكوا عددها وعدد الأعمدة. نعمل سلاسل ونقفلها، بنعمل الأعمدة بتاعتي. بشتغل برتفع هنا عندي العمود اللي أنا برتفعه دايما 3 سلاسل، لازم أخد بالي إن هو بيبقى في النص. برتفع 3 سلاسل، بعمل عمود في نفس المكان. بشتغل 1 2 3 4 سلاسل عندي، وبعدين اترك 2 من تحت، وفي التالت بشتغل 3. ال3 دولت اللي هم عاملين زي الصدفة او مروحة، دول ثابتين معايا على طول، بس بشتغلهم في العمود الوسطاني. لازم اشتغل في راس العمود الوسطاني 3 3 3 لحد اخر الشغل اتني كده. يبقى انا ارتفعت ال3 سلاسل معاهم عمود، وبعدين اشتغل 4 سلاسل في العمود الثالث من تحت، اعمل 3 اعمدة، 4 سلاسل في العمود الثالث، 4 اعمدة، وهكذا. الدور اللي بعده بطلع 3 سلاسل برضو، بعمل عمود جنبيها. بس انا عندي لما باجي اقفل الدور في الاخر قبل ما اعمل المنزلقة، بعمل العمود الاول مع العمودين الاولانيين يبقوا 3. يبقى انا كده ماشية كل الاعمدة 3 مجموعات. الدور اللي بعده في نص بعمل برضو المروحة، خلاص هنسميها مروحة بعد كده. سلسلتين عمود في نص ديت، بس مش في قلب السلسلة نفسها، لا تحتيها 2، وبعدين في قلب دي 3 في الوسط، وبعدين سلسلتين وعمود، سلسلتين و3. خلاص. الدور اللي بعده نفس الحكاية، العمود اللي في النص هيزيد، هيبقى 2 اللي هو في، بس بدون سلاسل في قلبها 3. نفس الحكاية اللي بعده هزود الأولاني هعمل فيه 2، التاني هعمل فيه 1. اللي بعده بس بنتبه لعدد السلاسل اللي في الباترون عندي. خلاص. الأولاني بعمل 2، التاني بعمل 1، الأخراني بعمل 2. كل مرة انتبه لعدد السلاسل اللي أنا كاتباها. بنيجي هنا عند الدور ال12 وبيحصل فيه تقسيمة للمروحة عشان أطلع منها فرع تاني زي دي. خلاص. اطلع منها ورقة تانية بتلة تانية. ازاي بقسمها؟ باجي على اول واحدة، طبعا انا في التقسيمة في الدور ده بعمل ال3 سلاسل الارتفاع، واعمل سلاسل على طول اللي هي دي، مش باخد عمود جنبها. عشان ايه؟ هاجي بقى في اخر الدور اعمل عمودين 2 جنب بعض. خلاص فهمنا؟ يعني العمودين هيبقوا بره، يبقى كل دور هقسم بعده هيحصل فيه نفس الحكاية. طيب هاخد كده وابتدي امشي عادي، يعني التكرار بتاعي بعد دي. طبعا هاجي في كل واحدة مروحة هعمل لها التفريعة بتاعتها. خلاص. يبقى انا عندي الدور ال12 هو اللي هيحصل فيه التقسيمة. هعمل مروحة على العمود الاولاني و3 سلاسل، وبعدين مروحة على العمود الاخراني. اوكي. يبقى السطر ال21 هدخل اشتغل كل واحدة لوحدها في السطر ده. يعني انا دلوقتي عندي ديت وعندي دي اتقسموا. خلاص انا هعمل ديت، هشتغل في الجزء ده لحد ما اوصل لهنا، بس بشتغلها مع دي. ماشي الحال؟ يبقى انا هبتدي الفلف كله لحد هنا. شايفين الدور ده اللي هو ال20 في تفريعة تانية. التفريعة التانية ليه؟ عشان اطلع الراس دي، عشان اطلع الراس دي. طبعا انا هنا باجي اسيب بقية المفرش كله واشتغل الراس دي لوحدها. اقلب الشغل، افضل اقلب الشغل بعد ما قسمت دول، اقلب الشغل بتاعي واطلع بدي واقص الخيط واجي اثبته تاني هنا. شايفين التفريعة اهي؟ اخد على الراس دي، اجي جايه شغاله عليها 3، طلع 3 سلاسل، وبعدين عمودين في نفسها، وبعدين ابتدي اشتغل رايح جاي برضو واقلب الشغل معايا لحد ما اخلص التفريعه كلها واقص الخيط. اروح اللي جنبها وابتدي اعمل واحده صغيره. يبقى انا عندي واحده صغيره واحده كبيره، واحده صغيره واحده كبيره. خلاص. يبقى انا كده ايه؟ اشتغلت المفرش بتاعي كله، بس انتبه دايما لعدد السلاسل اللي هنا والتفريعات اللي موجودة عندي. الباترون واضح جدا، وانا شرحت جزء فيه كبير، يمكن 10 سطور فيه، وتكرار بعد كده بنفس الطريقة وبنفس الخطوات. انتبه بس لعدد السطور. يا رب يكون واضح وتقدروا تشتغلوا، واي حاجة انا موجودة تحت امركم.